الناس دايما بتسألني ازاي اتعلمتي اللغة الكورية، ازاي تشتغلي بالكوري، او ازاي نسافر كوريا من خلال اللغة الكورية. اللغة الكورية ليها ابواب كتير، شغل، سفر. اغلب اللي بيتابع المسلسلات الكورية والكيبوب والكلام ده كله عايزين يتعلموا اللغة الكورية حبا في اللغة وفهمها، وفي نفس الوقت عايزين يسافروا كوريا. انا بقى جايبه لكم حل. دايما كنت بطلع اقول لكم على مصادر نتعلم منها اللغة الكورية، ومع ذلك في ناس ما بتعرفش تدخل على المصادر دي، كلها بتبقى مواقع، لكن في ناس ما بتبقاش عارفة تجيبها ومش عارفة توصل لها. انا بقى فكرت لكم وجبت لكم حل. طبعا اغلبنا عارف علشان نسافر كوريا لازم يبقى معانا اللغة الكورية. اذا كان بقى عايزين نشتغل هناك، عايزين نستقر هناك، لازم يبقى معانا اللغة الكورية. عايز تشتغل وانت هنا في مصر لازم يبقى معاك اللغة الكورية، فبالتالي لازم نذاكر كوري. طب هنذاكر ازاي؟ انا مش عارفه اجيب مصادر، انا مش عارف امشي صح. في ناس دايما بيقولوا لي ان معهد سيجونج تبع المركز الثقافي الكوري مواعيده مش مناسبه مع مواعيدنا، اذا كان مواعيد شغل، مواعيد دراسه. يعني في ناس بتقدم والمواعيد ما بتبقاش مناسبه، وفي ناس بتقدم وانا قلت لكم قبل كده ان التقديم ده بيبقى حظ. في ناس ما بتبقاش عارفه ازاي تمشيها بانتظام علشان تذاكر اللغه الكوريه وتتعلمها صح. مطبعة HD بوكس، المطبعة دي هنا في القاهرة، بتوصل الكتب لحد باب البيت. المطبعة دي عندها لغات كتير جدا ومن ضمنهم اللغة الكورية. بعتولي كورس بالظبط، كتب عبارة عن كورس كوري انتظم وامشي عليه علشان اقدر اخلص اللغة الكورية واخد شهادة التوبك. هتقولوا لي ايه شهادة التوبك؟ هقول لكم شهادة اجادة اللغة الكورية اللي زيها زي الايلتس او التويفل. HD بوكس المطبعة دي بروفيشنال جدا، والتوصيل جالي بسرعه. يعني الاوردر الطلب تاني يوم او تالت يوم كان الاوردر هنا. الحاجه بتيجي متغلفه وحلوه قوي. كمان عايزه اقول حاجه، هي مش بس عباره عن كتب هنمشي عليها بانتظام، وانا هقول لكم هنمشي عليها ازاي علشان نقدر نخلص اللغه الكوريه. لا، كمان المطبعه بتوفر صوتيات. يعني ايه؟ يعني انت هتشتري منهم الكتب وكمان هيبعتوا لك الصوتيات بتاعه الكتب دي، بحيث ان انت لما تيجي تذاكر تسمع الصوت فتبقى سامع النطق بتاع المحادثه اللي انت بتذاكرها. يعني المطبعه موفره لنا كل حاجه بسهوله. طب تعالوا نبتدي ونشوف الكتب اللي جات لي. اول حاجه سلسله كتب توك تو مي ان كوريان. اول حاجه احنا هنمشيها بانتظام وهقول لكم عليها، بدايه من تعلم اللغه الكوريه من البدايه لحد ما نخلصه. طبعا اللغه الكوريه ما بتخلص، ولكن لحد ما نوصل لمستوى نقدر ناخد منه توبك 2. توبك 2 ده يعني كده انت معاك شهادة اجادة اللغة الكورية. بنبدأ نتعلم اللغة الكورية عن طريق موقع اسمه توك تو مي ان كوريان. الموقع ده سهل وسلس ان احنا نبدأ بيه وان احنا نوصل بيه لحد الليفل المتوسط في تعلم اللغة الكورية، لانه بجد انا بدأت اتعلم اللغة الكورية مع موقع توك تو مي ان كوريان. يعني سلسلة توك تو مي ان كوريان كلها هتجيلك، ومش بس كده، دي جايالي وجاي معاها الورك بوك بتاعها. هوريكم كل حاجة. بصوا ده توك تو مي ان كوريان. شايفين؟ اول حاجه الكواليتي بتاعت الكتاب حلوه قوي وتشجع على المذاكره. شايفين؟ ده ليفل 2. بحاول ان انا شايفين الطباعه حلوه قوي، الكواليتي بتاعت الكتاب حلوه جدا. ده ليفل 3. شايفين؟ الكتب دي اسعارها حلوه جدا. انا اصلا برضو ما كنتش متخيله الاسعار صراحه، ولكن اسعارهم حلوه. التوصيل سريع كويس جدا، الناس ذوق جدا في المعامله، كواليتي الكتب حلوه قوي. يعني بجد ما فيش حاجه هنا تمنعنا ان احنا نذاكر من خلال الكتب دي. بصوا ده ليفل 5، ده ليفل 6، ليفل 7، ليفل 8، ليفل 9 وليفل 10 اخيرا. اللي كمان مخليني مسهل عليا الموضوع ان انا هذاكر وبعد ما هذاكر هعرف نتيجه مذاكرتي عامله ازاي من خلال الورك بوك. شايفين؟ ده الورك بوك بتاع كل ليفل، يعني ده بتاع ليفل 1. بصوا هنا الحل بتاع كل مذاكره احنا ذاكرناها، كاننا بنذاكر وبعد كده بنمتحن على كل ليفل. انا هعتبر ورك بوك بتاع ليفل 1 بتاع توك تو مي ان كوريان ده ان انا الامتحان بتاع الكتاب بتاع ليفل 1 بتاع توك تو مي اللي انا هعديه. ورك بوك بتاع ليفل 2، ليفل 3، توك تو مي 4. وعلشان ما نطولش لحد ليفل 10 تخلص الليفل من سلسله توك تو مي ان كوريان، هتروح تحل عليه وتطبق عليه عشان تحس ان انت فعلا انجزت. طيب سلسله توك تو مي ان كوريان دي للمبتدئين، للي عايز يبتدي يتعلم اللغه الكوريه.
جرامر بقى والكلمات والمحادثات اليومية وحاجات كتير جدا. واول ما تخلصها اعرف ان انت دخلت في المستوى المتوسط. في حاجة كمان انا برشحها مع تعلم اللغة الكورية من خلال سلسلة توك تو مي كوريان للمبتدئين. في كتاب، الكتاب ده فيه كلمات كورية، عبارة عن كلمات، محصلة كلمات. My first 500 Korean words، يعني 500 كلمة كورية. كل يوم هيديك 10 كلمات على ما اعتقد تبتدي تحفظهم. هنا مكتوب مثلا نومو بابدا، فانت في اليوم هتحفظ 10 كلمات. يا رب تكونوا شايفين day 1 حط لكم ال10 كلمات اللي انتوا هتحفظوها. في تمارين على الحاجات اللي احنا حفظناها، في تمارين نقدر نحلها على الكلمات اللي احنا حفظناها. دول انا مجرد ما ذاكرهم واخلصهم هقدر ان انا اوصل للليفل المتوسط، واقول لاي حد انا في الليفل المتوسط اللغه الكوريه، يعني B1 مثلا. طيب انا دلوقتي بقى وصلت البي 1 وبي 2 وبقيت بعرف اتكلم كوري شويه وفي ليفل المتوسط ومحدش قدي دلوقتي. عايزه اخلص الكوري، عايزه اخد توبيك 2، فانا محتاج ان انا خلاص بقى اعدي مرحله بي 1 او بي 2، مرحله اللي انا الليفل المتوسط او المستوى المتوسط، وادخل على المرحله بقى ان انا ابقى ادفانسد، ان انا اكون بتكلم كوري واعرف اخد شهاده توبيك. يبقى قدامك سلسله كتب بيتامين. طيب ايه هي كتب بيتامين هانجوجو؟ بيتامين هانجوجو كتب للمستويات العاليه. بعد ما بنخلص مرحله توك تو مي كوريان والكتاب بتاع ال 500 كلمه، نقدر دلوقتي ان احنا نبتدي نتعلم من كتب سلسله كتب بيتامين هانجوجو، وهي 6 كتب. هوريها لكم ال6 كتب وهشرح لكم التفاصيل عنها. اول حاجه ده اول كتاب منه بيتامين هانجوجو، شايفين؟ وحتى مكتوب هنا توبيك، يعني دي كتب نقدر نذاكرها علشان ناخد شهادة التوبيك. كتب أكاديمية نقدر نذاكر منها، بتدرس في الجامعات، يعني كتب أكاديمية، وهي كتب بيتامين هانجوجو. دي كتب تقدر من خلالها ان انت تدخل تمتحن توبيك 2 وانت واثق من نفسك انك تجيب سكور كويس. ده كده ليفل 2 من بيتامين هانجوجو، ده ليفل 3 من بيتامين هانجوجو. شايفين اصلا الكواليتي بتاعت الكتب عامله ازاي؟ ده ليفل 4 من بيتامين هانجوجو، وده ليفل 5 من بيتامين هانجوجو. واخيرا اخر حاجه ليفل 6 من بيتامين هانجوجو. تعالوا نشوف بقى جوه الكتاب. كواليتي الكتب حلوه جدا، شايفين الصور، شايفين الوضوح، محادثات نذاكرها ونطبق عليها. ولما باجي اذاكر لوحدي ما كنتش بلاقي الحاجه اللي تحفزني، اللي هو انا همسك الموبايل هذاكر من على الموبايل، مش معايا كتاب، فهذاكر من الموبايل هلاقي مسج جات لي، هلاقي حاجه، هلاقي نفسي في ملتهيه، مش هعرف ان انا اكمل مذاكره او ان انا اذاكر. دلوقتي دي فرصه ليا، يعني انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي، بجد مطبعه اتش دي بوكس دي انقذوني. بصوا الكواليتي بجد ما شاء الله، بصوا الكواليتي وبصوا الصوره واضحه ازاي. انا بجد متشجعه دلوقتي ان انا ابتدي اذاكر بتحفيز قوي، ومش ملخبطه انا هبص على ايه ولا هشوف موقع ايه. لا، انا قدامي الكتب بانتظام وانا عارفه انا همشي ازاي بترتيب. المطبعه عندها موقع في كل الكتب، في لغات كتير، مش عندهم بس كوري، عندهم صيني، عندهم ياباني، عندهم لغات كتير، اسباني، يعني في لغات كتير تقدروا، اللي مش حابب ان هو يتعلم كوري عايز يتعلم لغات تانية. في الموقع بيبقى كاتب لكم اسعار الكتب، وبجد الاسعار كويسه جدا على الكتب وعلى الكواليتي، فالاسعار حلوه قوي. عندهم واتساب، وانا هسيب لكم رقم الواتساب في الكومنتات. وعندهم بيج على الانستجرام، بيج على التيك توك. كل ده انا همنشن لكم البيج بتاعت الانستجرام بتاعتهم وبتاعت التيك توك. وما ننساش ان هم ولما بيبعتوا لكم الكتب بيبعتوا لكم كمان الصوتيات بتاعت الكتب دي كلها، كمان هتذاكر ومعاك الصوتيات تقدر تسمع اللي انت بتذاكره علشان تبقى عارف النطق بتاع الكلمات والمحادثات. اللي عايز بقى يبتدي يذاكر اللغه الكوريه خلاص بقى مفيش حاجه دلوقتي قدامكم، فرصه ان انتوا تذاكروا. وانا قلت لكم نمشي ازاي بانتظام، نبتديها من كتب ايه وننهيها من كتب ايه. وطبعا احلى حاجه في الموضوع ده كله ان انت مش بتتعب، مش بتنزل تدور على الكتب، مش بتنزل تجيبها، لا انت بتطلب الكتب وبتجيلك لحد باب بيتك لحد عندك. يعني مفيش اي تعب في الموضوع ده على ما اعتقد. يا رب اكون افدتكم وبفيدكم دايما بفيديوهاتي. اشوفكم في فيديو تاني في افاده تانية ان شاء الله. بس كده، انيونج.